المحشي خلاص كله كده خلص. شايفين؟ بصوا اللحمه. زبده. المحشي كله زبدة وطعمه حلو جدا بتتبيلة واللي احنا عملناها والطريقة اللي انا عملتها، جربيها تاكلي احلى محشي. بجد طعمه تحفة، واللحمة كمان مستوية وجميلة وطعمها جوسي كده وحلو قوي. كل المحشي بجد طعمه جميل ورهيب. الريحة بقى مش عايزة اقول لكم على الريحة بتاعة المحشي واللحمة، جنان كده. يلا جربوها بألف هنا على قلبكم. عايزة اعرف رأيكم، بتعملوها بنفس طريقتي ولا لا؟ النهارده بقى ده فيديو تعليمي للبنات الصغيرة اللي ما بتعرفش تعمل المحشي ازاي. هنشوف مع بعض النهارده ايه المكونات المحشي. انا معايا هنا بصل فرمته وحطيت شوية ملح. تمام. هحط كمان فلفل اسود، وهنحط كمان بهارات بابريكا، معلقة كبيرة كده بابريكا، وكمان آه بصل بودر، وكمان توم بودر، كمون، بحب كمون اكتر شوية، معلقة كده ونص كبيرة، كزبرة، تمام. ايه تاني هنحط هنا؟ معايا بهارات محشي موجودة، تمام. مش موجودة مفيش مشكلة، ما تحطيهاش، مش اساسي يعني. تمام. يبقى كده معانا فلفل اسود، كمون، بابريكا، معايا ملح، كزبرة، توم باودر، بصل باودر، وبهارات محشي لو موجود. والشطة بقى على حسب اختيار. عايزة المحشي يبقى سبايسي تمام، مش عايزاه يبقى سبايسي، حد بيتعب من الشطة مش هنحط الشطة. يبقى كده معانا البصل والبهارات بتاعتنا. هنشوف بقى نحط تاني ايه. بعد كده هنحط الخضرة. بيبقى معايا شبت وبقدونس وكزبرة، بقطعها قطع صغيرة. وبعد كده بحط الطماطم، بكون طماطم عصراها ومسبكاها، عشان انا بعمل هنا المحشي ني في ني، بيبقى ليه طعم تاني. يعني هتجربوه غير اللي احنا بنحمر البصلة او بنشوحها وبنسبك الرز الصلصة مع البصل، وبعد كده في ناس بتحط الرز تديله تقليبتين كده على النار. وبعد كده انا بعمل كله ني في ني دوبك بس. انا بصلص بسبك الطماطم، وكمان انا بكون مجهزاها في الفريزر عندي، بكون جايباها وعامله الطماطم مسبكاها ومصفياها كمان، وحطاها في اكياس عندي في الفريزر. كل ما بحتاج بطلع، وبتكون سهله في وقت حاجات زي كده المحشي او اي حاجه تانية تكون جاهزه عندي. مش موجوده عندك، انت هتجيبي وتعصري الطماطم وهتصفيها وتسبكيها وتحطي كله ني في ني زي ما انا عملت كده. تدعكي بقى البصلة كويس قوي مع الفلفل والملح، تديله طعم حلو جدا. ناقص حاجة بقى، هجيب نعناع كمان، وادي كمان شوية نعناع مجفف. ويبقى كده الزيت، وهجيب الرز، ويبقى كده تمام. الخلطة بتاعتي جاهزة، وادي الرز معايا اهو. وكده الخلطة بتاعتي جاهزة. هقلب بقى كل ده. هنجيب بقى الورقة كده على الخيوط دي تبقى فوق، والورقة الناعمة من تحت تبقى تحت ايديا. بناخد شوية رز صغيرين خالص كده، وبعدين نقفل عليها كده من الجوانب كده. الطريقة دي لازم نضغط كويس قوي عشان الورقة تبقى مقفولة وما تتفكش.
بالشكل ده. المقاس الورقة، صباع المحشي على حسب حجم الورقة. هنحط الورقة بقى دي كده، ونحط شوية برضو صغيرين. حطينا شوية رز صغيرين، هنقفل من الجوانب بقى كده ونلف بالطريقة دي. اهي بقى الصباع معانا كده. هعمل كمان واحدة. تعلمي يا نور. تمام، شوية كده.